أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مش بسيط، موضوع بيتكرر حوالينا كل يوم، بس قليل اللي بيقف ويفكر فيه بعمق. ليه المعايير بتتغير؟ ولما بتتغير ايه اللي بيحصل للمبادئ والأخلاق وللضمير اللي جوه كل واحد فينا؟ زمان لما كنا بنسمع كلمة مبدأ كنا نحس إنها حاجة تقيلة، حاجة فيها وزن. كلمة عيب كانت بتوقفنا، كلمة حرام كانت بتخوفنا، كلمة صح وغلط كانت أوضح من الشمس. لكن دلوقتي كل حاجة بقت نسبية، كل حد بقى عنده معيار مختلف، كل حد بقى شايف الحقيقة من زاويته وبيدافع عنها كأنها مطلقة حتى لو كانت مؤقتة جدا. في جملة دايما بتدور في بالي: اللي كان عيب امبارح النهاردة بقى عادي، وبكرة يمكن يبقى إنجاز. إزاي بيتغير الميزان اللي بنقيس به الصح من الغلط؟ هل لأننا اتطورنا ولا لأننا تعبنا من المقاومة فبدأنا نبرر؟ خليني أحكي لكم مثال بسيط. زمان لما كان حد يكذب الكذبة كانت كذبة مفيهاش تبرير، لكن دلوقتي ممكن تسمع حد يقولك ما هو كذبة أبيض علشان ما تضايقوش، أو كذبة صغيرة مش هتأذي حد. الموضوع بيتحول من غلط مطلق لوجهة نظر شخصية، وهنا بتبدأ الكارثة لما الأخلاق تتحول من قواعد لاختيارات ومن ثوابت لاحتمالات. الاختلاف في المعايير مش دايما حاجة وحشة، أوقات بيكون دليل على تطور المجتمع وعلى إننا بقينا أكثر تقبل للناس اللي مش زينا. بس لما التقبل يتحول لفقدان الحدود، ولما المرونة تتحول لتبرير، وقتها بنبدأ نخسر حاجة أغلى من التطور نفسه. نخسر الإحساس بالثبات الداخلي، الثبات اللي بيخليك تقول أنا ممكن أتغير في أفكاري بس مش في ضميري. اللي بيحصل النهاردة إن في ناس كتير فقدت البوصلة الأخلاقية بسبب إن المجتمع بقى بيكافئ الشكل مش المضمون، الشهرة مش القيمة، والسرعة مش العمق، والمكسب مش المبدأ. فتلاقي اللي بيغلط بيتكافئ، واللي بيتمسك بمبدأه بيتسخر منه، واللي بيقول لا بيتوصف إنه معقد، واللي بيقول مفيش مشكلة بيتوصف إنه متفتح. بس السؤال الحقيقي هو احنا بنتفتح على ايه بالظبط؟ على الحرية ولا على الفوضى اللي لابسة قناع باسم الحرية؟ كل جيل ليه معايير، وكل زمن بيخلق موازين جديدة، بس الخطر بيبدأ لما الأجيال الجديدة تفقد مرجعها. يعني لما الطفل ما يبقاش عنده نموذج واضح يقول عليه ده صح، أو لما الشاب يشوف إن الغلط عادي طالما الكل بيعمله. ساعتها الأخلاق بتفقد قيمتها، مش لأنها اختفت، لكن لأنها بقت مبررة، بقت قابلة للتفاوض. عارفين إيه اللي بيوجع بجد؟ إن الناس بقت بتفتخر بحاجات كانت زمان بتتكسف منها، وبقت تستخبى وهي بتعمل الصح علشان ما يبانش عليها إنها قديمة. بقت كلمة مبدأ تتقال بنغمة سخرية كأنها ضعف مش قوة، بس الحقيقة العكس تماما. اللي لسه عنده مبدأ النهاردة هو الشخص الشجاع الحقيقي، اللي قدر يقف ثابت وسط بحر بيجري في الكل معاه. خلينا نفكر كده سوا، هل لو المعايير بتتغير يبقى لازم مبادئنا تتغير كمان؟ ولا المبادئ هي الحاجة الوحيدة اللي المفروض تقف مكانها علشان تفضل دليلنا في وسط الزحمة؟ أنا مؤمنة إن المبادئ مش سجن، لكنها سور أمان، مش علشان تمنعك من الحرية، لكن علشان تمنعك من الضياع. في مقولة بحبها جدا بتقول القيم لا تختفي لكنها تستبدل. وده اللي بيحصل حوالينا بالظبط لما نحط الشهرة مكان الأخلاق والمكسب مكان الضمير
والمظاهر مكان الجوهر، يبقى احنا غيرنا القيم مش طورناها. يمكن كل واحد فينا محتاج يقف شوية مع نفسه ويسألها، هل أنا فعلا مؤمن بالمبدأ ده ولا ماشي ورا التيار؟ هل اللي بعتبره صح النهاردة هو فعلا صح ولا بس مريحني لأن الكل بيعمله؟ الضمير مش جهاز بيقف لوحده، هو محتاج صيانة مستمرة. والمبادئ مش كتالوج ثابت، بس برضه مش لعبة بتتغير حسب الموقف. يمكن المعايير تختلف ويمكن الزمن يتغير، بس اللي يفضل دايما هو نقاء النية وصدق القلب، إحساسك إنك ماشي على طريق حتى لو الكل اختار طريق تاني. لأن في النهاية مش المهم تكون ماشي مع الناس، المهم تكون ماشي صح. كنت معاك من بودكاست قعدة روقان، استنوني في القعدة الجاية عشان نكمل كلامنا عن الحاجات اللي بتفكرنا بنفسنا.